أهلا أعزائي المتابعين، فيديو جديد وتأليف جديد من العيار التقيل جدا. تأليف جديد من العيار التقيل جدا يا أعزائي المتابعين، وأغنية حزينة رقم 3 من مجموعة الأغاني الحزينة 40 أغنية. طبعا احنا كنا قايلين ان هم هيكونوا 40 اغنية حزينة، ولكن مش كل الاخبار اللي بتقال لازم الناس تصدقها. انا قلت لكم ان شاء الله ممكن يكونوا 40، لكن على ارض الواقع هم هيكونوا اقل من كده بكتير. فيا اعزائي المتابعين، هتسألوني هو انت ليه كنت قايل هتنزل 40 اغنية حزينة في العيد واللي نزلوا هم 2 بس؟ هقول لكم ان العيد بيبقى فرحة، واحنا في العيد ما ينفعش ننزل اغاني حزينة. ده سبب، والسبب التاني ان ال40 اغنية حزينة اللي انا قلت لكم عنهم ما كانوش اصلا جهزوا. فانا هنزل لكم حاجات ازاي من دي وهي مش جاهزة؟ انتم مفكرين ان الاغنية حزينة اللي بتتعمل دي بتتعمل بالساهل كده؟ لا، ده الموضوع صعب تماما. انتم مفكرين انها حلوانة في سلوانة؟ لا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع ان الاغنية الحزينة اللي بتنزل دي بيتم تأليفها بشكل دقيق جدا قبل اصدارها على يوتيوب، واحنا ما بنسقاش، يعني ما بيكونش في متسع من الوقت لكتابة الاغنية الحزينة بدقة، بل احنا بناخد اكتر من كده كمان في الوقت عشان نألف الاغنية الحزينة اللي احنا بنعملها. وعشان الأغنية الحزينة تكون جامدة وجميلة وروعة وتنال إعجاب المتابعين، بنستقصد إن إحنا ناخد وقت طويل شوية قبل إطلاقها. طبعا يا أعزائي المتابعين، هنا في قناة يوتيوب الجميلة بتاعتي، القناص إديتور، قناتي، وهي قناة يوتيوب الخاصة بيا. أنا ليا فرعين اسألوا عنهم، وهو فرع التاني وفرع التالت، والفرعين دول من فروع القناة معمولين احتياطي، لكن الفرع الأساسي هو ده. فطبعا يا أعزائي المتابعين، حصل حاجة صعبة جدا. طبعا انتوا عارفين أولا إن احنا القناة دي لينا أهداف فيها، والأهداف أهي قدام عينيكم. أما الموضوع التاني هو طبعا موضوع الشعب العراقي. للأسف الشديد يا أعزائي المتابعين، الشعب العراقي بيعاني من أزمة يعني صعبة، اتسببت في إن القناة تنهار، لأن هما الناس الوحيدة اللي بتدعم قناة يوتيوب بتاعتي، واللي من غيرهم قناة يوتيوب بتنهار انهيار كامل. فانتوا زي ما انتوا شايفين أرقام المشاهدات كانت ايه وبقت ايه، وده بسبب إن الدولة العراقية ما بقوش قادرين يتابعوني بسبب غياب الكهرباء عنهم وغياب الإنترنت. أتمنى طبعا إن الأوضاع تتصلح في دول الخليج، وإن دولة العراق ترجع للمتابعة لقناتي من جديد، لأن حرفيا من غيرهم القناة بتنهار انهيار كامل وانهيار شامل لا حدود له. فطبعا أتمنى يا أعزائي المتابعين إن احنا نركز اهتماماتنا على القناة بشكل أكبر وأكبر وأهم. والأهم من كده، في الأهم إن انتوا تتفرجوا على الأغاني الحزينة الجديدة اللي أنا بعملها أول بأول، وإنها تنال إعجاب الجميع. طبعا الأغنية الحزينة الجديدة اللي أنا هنزلها بعد شوية دي بتتكلم عن الفراق، يعني الحب وبعدها الفراق يعني. فأغنية حزينة كده جامدة جدا، وكلمات الأغنية الحزينة دي ممتازة جدا جدا، وأنا اخترت أدق الكلمات بعناية تامة في كتابة الأغنية الحزينة دي. وأنا كمؤلف محترف وموهوب في مجال التأليف، فطبعا الأغنية الحزينة دي معمولة بشكل محترف احترافي كامل. فإن شاء الله هتعجبكم، ومستني أشوف آرائكم وكومنتاتكم يا أعزائي المتابعين.
لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.